بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي والترجي ماتش الحقيقه مهم جدا للاهلي، واحنا اتكلمنا قبل كده انه قد ايه الماتش ده مهم. الترجي فرقه على فكره مش مستقره فنيا، يعني الترجي نقاط ضعفها كتير جدا. الترجي مغير 3 مدربين الموسم ده. المدرب ده جديد، يعني المدرب اللي موجود دلوقتي باتريس بوميل، ده مدرب جديد اصلا ولسه ما استقرش على التشكيل. وبالتالي فرص الاهلي، بس الاهلي لازم يتماسك، يعني فرص الاهلي مش قليله، جيده. وبالتالي انا بشوف انه الاهلي لازم بس ياخد باله من طريقه لعب المدرب وطريقه لعب الترجي. الترجي بيعتمد على الكرات الطوليه، بيعتمد على مش الاختراقات من العمق، لا، حتى الكرات الطوليه من العمق. بيعتمد على الاطراف، يرفع كتير كورسات كتيره من الجناب. لازم ده يتقفل كويس قوي. ده ما يتقفلش بالطريقه اللي الاهلي بيلعب بيها، ده يتقفل انه الناس تهاجم وتدافع. لازم زيزو يرجع يسند مع المدافع. لازم بن شرقي لو هيلعب يسند مع المدافع بتاعه. الوينجات لازم يرجعوا ويدافعوا. لازم ده لازم تمنع الكورسات دي. ما يبقاش كله رايح لمصطفى شوبير سهل، لان في واحده هتدخل، يعني مش هينفع. فلازم يبقى في ترابط ما بين الخطوط، لازم نضيق الخطوط عليهم، لازم ما يدهمش فرصه ان هم يلعبوا لعبهم. ما نضغطش عالي، الماتش ده مش محتاج ضغط عالي. لو ضغط عالي يبقى في مشكله. نلعب ونستناهم في نص الملعب، مش على ال 18، لكن في نص الملعب نبدا الضغط من دايره نص الملعب. ولازم الخطوط تبقى قريبه. وانا بشوف انه الاهلي قادر ان هو يطلع بنتيجه ايجابيه، مش صعب. الاهلي احسن سكواد في افريقيا، مش في مصر بس. لكن الحقيقه المساله محتاجه اللخبطه اللي في اوضه اللبس والفلوس والكلام الفارغ ده اللي موجود هو اللي عامل المشكله. لكن الاهلي فريق كبير، فريق قوي، فريق يقدر يلعب اي فرقه في افريقيا ويقدر يغلبها سهل جدا، جوه ارضها وبره ارضها. دي مساله ما الجدال فيها عبث، يعني الجدال فيها عبث. لكنه محتاج ايه؟ محتاج خطوط تبقى قريبه لبعض، محتاج ان النجوم اللي فيه يلعبوا كوره. لازم يبقى ياخد واجبات، زي ما بياخد واجبات هجوميه ياخد واجبات دفاعيه ويلتزم بيها. اللي ما يلتزمش يقعد دكه. اللي ما يلعبش ويلتزم يقعد دكه، ايا كان اسمه. بالطريقه دي الاهلي يتعدل، ويتعدل على فكره يعني ممكن في ثانيه واحده. يعني مش محتاجه اللي هو هنقعد شهور هنجهز. احنا مش محتاجين نجهز حاجه. دي كلها لعيبه كبيره ولاعيبه محترفه، ولاعيبه عارفه الشغلانه تمشي ازاي، يعني عارفه ادوارها. هي تتكاسل عن تنفيذ ادوارها. ليه؟ لان اسمها، وعشان يعني يكونوا نجوم بقى، واحنا معلمين، عايزين يعملوا معلمين على الكوره. الحقيقه لازم شعار الاهلي فوق الجميع، وانا اقصد الجميع فوق الجميع، يعني فوق جميع الاحتياجات الفرديه، مش فوق الجميع بمعنى فرق تانية، لا. لازم يكون اللعيبه فاهمه ده وعارفه انها لازم تلعب لمصلحه الفريق، مش للمصلحه الشخصيه. الاهلي فوق الجميع، يعني ما تلعبش لمصلحه شخصيه. مش الاهلي فوق جميع المنافسين، لا. الاهلي فوق الجميع يعني ما تلعبش للمصالح الشخصيه وللنجوميه الفرديه، تلعب للفريق. ده الحقيقه اللي لازم الاهلي بكره يكون محطوط في اعتباره. وانا اشوف انه ان شاء الله خير، يعني ان شاء الله خير. لانه انا بشوف انه اللعيبه اتبهدلت في الكام يوم اللي فاتوا، وهيبقى على عاتقهم مسؤوليه. وانا هنا ما اقصدش الاداره، انا ضد ان الاداره تهين لعيبه او تهدده. لكنه الجمهور، هم حاسين بغضبه الجمهور، وده شيء كويس. وحاسين انه عندهم مسؤوليه ان هم يغيروا الشكل السيء اللي هم عليه قدام جمهورهم، وده شيء مهم جدا جدا وهيديهم حافز. النقطه الوحيده بس اللي هي عقبه جمهور الترجي، لانه هياخدوا المساله وكانها صقر من محمد بن رمضان، والاهلي خطف محمد بن رمضان. هي دي المشكله، لانه ده ممكن يبث روح قويه وتحدي عند اللعيبه بتوع الترجي ويصعب الماتش. عشان كده احنا لازم نبقى اعصابنا هاديه، نتعامل صح مع الماتش من البدايه، ونبقى عارفين احنا عايزين ايه. احنا عايزين يا اما نتعادل يا اما نفوز. لما ما بياخدش فينا جوان، ما ينفعش يدخل فينا جوان. ده مهم جدا. واذا لا قدر الله دخل جول لازم نتماسك ونلعب لعبنا ونقف رجاله ونقدر نعوض. نقدر. الاهلي عنده كل حاجه يقدر بيها يقف على رجله ويقدر يكسب المباراه دي كمان. شكرا جدا ليكم واتمنى الخير.